السلام عليكم يا أبطال، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير، وحشتوني جدا جدا. النهارده نتكلم عن أفضل 4 كليات في سوق العمل، وممكن تكونوا 5 إن شاء الله. الكليات ديت أضمن لك بنسبة 90 99% إن هي في المستقبل إن شاء الله هتكون من أقوى وأفضل الجامعات اللي هتنافس في سوق العمل لكليات القمة. إن شاء الله الحلقة دي مهمة جدا جدا لكل الطلبة. لو أنت بتفكر في ال4 كليات دول تفكر تدخلهم، فأنا أقول لك جو هيت على طول، خشهم إن شاء الله، كويسين جدا جدا في سوق العمل ومطلوبين بشكل كبير جدا جدا. ولما عملت بحث وسالت اصحابي الناس اللي في الجامعه ديت اتخرجت وما شاء الله شغالين بمرتبات كويسه جدا في مصر كمان، ده ما بالك بقى بره مصر انت بتعمل ايه. فالنهارده هقول لك على كليات بدات تنافس، ولكن مش بتنافس، هي كليات قمه وبتنافس بشراسه للكليات العمليه، وممكن تكاد تكون بدات تتفوق على كليات، وانا هتكلم عن الكليات اللي بدات تتفوق عليها في الحلقه دي ان شاء الله. جاهزين؟ يلا بينا نبدا الحلقه. عايزين نتكلم بشكل عام ان احنا بتكلم في الافضل والاسوأ ليه في الكليات، وليه بتكلم في الحاجات دي. اغلب الطلبه بتبدا تخش بالمجموع بتاعها اي كليه على طول بتجيلها، لا بيبقى عارف التوزيع الجغرافي بيكون لها ايه، ولا بيبقى عارف باك جراوند عن الكليه ايه، ولا بيبقى عارف الطلبه اللي كانت فيها واتخرجت سالهم ولا لا. للاسف بعض الطلبه في ثانويه عامه اللي ملاش اهل في الثانوي او ملاش اهل في الكليات والحاجات دي كده، تبقى طلبه خام بتخش الكليه اللي تجيلها وخلاص والاقرب ليها وخلاص. ولكن انا هتكلم النهارده بمنظور وان انا اخوك، وان انا بتمنى لك اي كليه تقدر تخلص منها تلاقي وظيفه وتلاقي فرصه عمل مناسبه لك. هنبدا نتكلم عن اول كليه معانا، وهي كليه حاسبات ومعلومات. كليه حاسبات ومعلومات حاليا بدات تنافس كليه هندسه. هي قد تكون كان من 5 سنين كده كان في حصل لغط كده ان ازاي حاسبات ومعلومات مش هندسه، ازاي انا في كليه حاسبات ومعلومات ما بتقلش يا باش مهندس، وكان في فرق بين النقابه وخناقه بين النقابتين ان لا عايزين لقب مهندس على حاسبات ومعلومات. يكاد يكون الفتره دي الزمن ده ما عادش بيتخانقوا اصلا، لان كليه حاسبات ومعلومات بقت في حته تانية لوحدها، بدات تنافس بقوه كليه هندسه. اوكي، ولكاد تكون كمان في تقرير نازل في موقع كده اجنبي بكليه حاسبات ومعلومات بدات تنافس كليه طب اسنان، وبدات تنافس كليه تمريض، وبدات تنافس كمان كليه صيدله. فيعني انا شايف ان كليه حاسبات ومعلومات لو انت دخلتها سواء علم علوم او علم رياضه، لو انت بتترشح لكليه تانية النظره لها، هي كليه حاسبات ومعلومات. وش كليه مهمه جدا جدا في مجال البرمجه ومجال الشبكات، ومهمه جدا جدا في مجال الويب ديزاين كمان. بندرس ويب ديزاين كمان بطريقه مفصله وبشكل مفصل وشكل توضيحي اكتر بكتير جدا جدا من اي جامعه بتديك الاكسبيليتي ان انت ممكن تدرس المواد ديت فيها. فكليه حاسبات ومعلومات هي الانسب بنسبه 100% لو مجموعك جايبها ومحتار بين كليتين مناظرا لهم. لكن لو انت محتار بين كليه وكليه، فانا برشح لك كليه حاسبات ومعلومات، لان كليه مهمه جدا جدا وفرص عملها موجوده. يكاد يكون بنسبه والله العظيم 80% من الطلبه بتتخرج من حاسبات ومعلومات بتشتغل على طول، ولو انت طالب بتشتغل كمان، لانك انت بتتعلم البرمجه وبتتعلم الديزاين وبتتعلم كل حاجه، فبتبدا تشتغل مع نفسك وبتعمل اكواد وبتعمل حاجات كتيره جدا جدا. فبالتالي كليه مهمه جدا 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 وبتنافس كليات مهمه كمان، ولكن محتاجه مذاكره لان كليه عمليه، وربنا يوفقكم لو انتوا دخلتوها ان شاء الله هتقدروا تحققوا فيها انجاز كبير جدا. الكليه الثانيه معانا واللي انا ممكن بعض الطلبه تقول لي انت بتقول ايه، ولكن شئت ام ابيت الكليه ديت مهمه جدا في سوق العمل، وهي كليه اقتصاد وعلوم سياسيه. الكليه ديت ناس تقول لك انا مش هطلع سفير، اقول لك لا طبعا انت مش هتطلع سفير، او يعني في ناس كده تطلع طبعا سفراء وربنا يوفقه كل حاجه، ولكن انت مش هتطلع سفير بس، انت تطلع مستشار في اكبر شركات في مصر، تطلع مستشار في اكبر شركات بره مصر. اللي بيتخرجوا من سياسه واقتصاد دول يا جماعه بيبقى لهم فرص عمل كبيره جدا، يعني الشركات بتلتف جدا لهم ان يمسكوا ادارات للشركات بتاعتهم، بعكس للاسف كليه حقوق. كان زمان كليه حقوق هم المستشار للشركات والحاجات اللي زي كده. للاسف حاليا سياسه واقتصاد بدات تنافس بشكل، هي مش بتنافس، هي خلاص خدت مكان كليه حقوق، وانا اسف جدا في اللي انا بقوله ده. بدات تاخد مكان كليه حقوق في بعض الشركات، انت بيبقى ليك مكان مرموق جدا جدا في المجتمع، وكمان بتبدا تلاقي فرصه عمل بسهوله جدا، تبدا تشتغل في الخارجيه وفي الداخليه وبتشتغل في المحافظه وبتشتغل في شركات، فانت ليك اكتر من اوبشنز تقدر تشتغل فيهم. وكمان سوق العمل بتاعها بنسبة 77% ل 80% الطلبة اللي بتخلص بتقدر تشتغل بسهولة جدا جدا في الكلية دي، وربنا يوفقكم إن شاء الله لو دخلتوا. تالت كلية معانا وهي الارتفيكال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي. مين فينا دلوقتي ما عادش بيعمل شورت بالذكاء الاصطناعي، بيمنتج؟ أنا شخصيا بقيت بمنتج فيديوهاتي بالذكاء الاصطناعي، بقيت بعمل الثامنيل بالذكاء الاصطناعي، بقيت بعمل كل حاجة بالذكاء الاصطناعي. يعني الذكاء الاصطناعي بقى حواليا، بقى في كل مكان حاليا. الفترة دي الطلبة اللي بتتخرج من الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ، المنوفية، الحاجات دي، دول أكتر طلبة ما شاء الله عليهم محظوظين، لأن
الشركات البرمجة بدأت تشوف كل الطلبة دول وبتاخدهم، حتى لو انت طالع بتقديرات وحشة بتتاخد بتتشفط كده، لأن لسه الكلية حديثة ومستحدثة عامة في العالم كله، مش احنا مش مصر بس، ولكن بدأت الطلبة تزداد على الكلية دي، وبدأ سوق العمل يحتاجهم بشكل كبير جدا جدا. مش هتكلم عن فرص عملها، لأن إن شاء الله أنا هتكلم في حلقة مفصلة عن الذكاء الاصطناعي، وهتكلم في حلقة مفصلة عن أفضل الأقسام اللي موجودة في الذكاء الاصطناعي حاليا، وإن شاء الله هعمل لها حلقة مفصلة عن جامعة كفر الشيخ وجامعة المنوفية بإذن الله، عشان الطلبة اللي عايزة تخشها يكون عندها تقرير شامل للكلية دي بإذن الله. الكلية الرابعة وهي كلية فنون تطبيقية، من أجمل الكليات اللي أنا ممكن أتكلم عنها إن شاء الله. هتكلم عنها في حلقة منفصلة بإذن الله، من كتر ما أنا مبهور ومستمتع بالكلية دي وإن هي موجودة في مصر. ولو رجع بيا الزمن ممكن أخدها، يعني ممكن أخش الكلية دي من جمالها ومن قوة عملها. أنت بتاخد مهارات مهولة. أنا برضو مش هتكلم عن الكلية دي دلوقتي، بس أنا بقول لك الكليات دي من أفضل الكليات حاليا في سوق العمل. من أقسامها قسم تصوير، قسم ديزاين، قسم جرافيك، قسم تصوير. الأقسام دي كلها وأكتر كمان موجودة في الكلية دي، قسم تدريس وقسم أزياء، حاجات مهمة جدا جدا. أنا مش هتكلم عن الكلية دي بالطريقة دي، وأنا مش هتكلم عنها كده بطريقة على طول كده، لا أنا هتكلم عنها بطريقة مفصلة إن شاء الله في حلقتها بإذن الله، لأن الكلية دي تستحق إن أنت تخشها. ولكن أنت باختبارات أعتقد، وأنا أتكلم عن الاختبارات بتاعتها، او هي ملهاش اختبارات تقريبا. في جامعه واحده بس اللي لها اختبارات، وهي جامعه بعيده تقريبا ممكن تتلغي كمان. ممكن تقدم فيها من الوقت، بحيث ان انت لو انت ربنا اراد وتخشها يكونك عملت الاختبار بتاعها، لان مهمه جدا جدا. الاربع كليات دول يكاد تكون من افضل الكليات حاليا في سوق العمل، اللي انت هتكون يا حظك يا هناك لو انت دخلت الكليات دي. ربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله.